سؤال جاي لي على الصفحة بتاعتي بيقول: هل يجوز لمأمور الضبط القضائي إنه يقوم بتفتيش السيارة الخاصة بيه؟ عاوز تعرف الإجابة؟ تابع معايا بعد الفاصل. في الحالة دهيت لازم نفرق بين نوعين من أنواع السيارات، هل هي سيارة أجرة أو سيارة ملاكي. بالنسبة للسيارات الملاكي، السيارات الملاكي دهيت في القانون بتعامل معاملة المنازل اللي بيكون لها حرمة، فبالتالي لازم يكون صادر أمر قضائي بتفتيش السيارة الملاكي، أو لو انضبطت في حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات القانونية. في الحالة دي بيجوز لمأمور الضبط القضائي إنه يفتش السيارة الملاكي بتاعتك. طب النهارده لو السيارة بتاعتي أجرة أو معايا ميكروباص أو معايا أتوبيس أو أي مرفق من المرافق العامة بتاع السيارات، في الحالة ديت العربيات في الحالة ديت بتعامل معاملة المحال العامة اللي بيجوز لمأمور الضبط القضائي فيها إنه يقوم بتفتيشها بدون أمر قضائي، وده حسب نص المادة 41 من نفس القانون. خلصت معلوماتنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.